الحكاية بتبدأ في مطار بوسطن، وفي كل حتة كان فيه زحمة مكدسة والناس فوق بعضها، والإعلانات والنداءات كانت شغالة في الميكروفونات في كل مكان، والمطار كله كان مليان بحالة من الهرج والمرج والحركة الغريبة اللي مش طبيعية. ناس كتير قوي كانت ماشية في روتينها اليومي الطبيعي وعمالين يستخدموا الموبايلات بتاعتهم ومركزين فيها جدا. وفي وسط الهيصة دي والزحمة دي بنقابل كلاي اللي كان كل حلمه وهدفه انه يرجع لعيلته تاني، وهو بيمسك الموبايل وبيكلم مراته في التليفون، بس هي كانت شايله منه ومتضايقه منه جدا ومبقتش عايزه انها تعيش معاه ولا تكمل حياتها معاه. والسبب في كده ان كلاي ساب عيلته وبيته من سنه كامله علشان يجري ورا احلامه وطموحاته الشخصيه. كلاي فضل انه يترجاها ويطلب منها طلب واحد بس بكل الحاح، وهو انه يكلم ابنه ويسمع صوته. وبعد شويه هي وافقت وادت التليفون للولد، وكلاي اخيرا شاف ابنه وقدر يكلمه بعد شهور طويله قوي ما شافوش فيها ولا سمع حسه. الولد قلبه منتهى البراءه: يا بابا انت وحشتني جدا وانا مستني رجوعك وبقالي كتير قوي مستنيك. كلاي طمنه وحاول انه يهديه وقال له: ما تقلقش يا حبيبي، انا خلاص في السكه ومسافه الطريق وهكون عندكم وفي وسطكم. وفجاه المكالمه قطعت خالص وما بقاش فيه اي صوت لان البطاريه فصلت شحن. هنا كلاي اتوتر جدا وبدا انه يدور بلهفه وبسرعه على شاحن، بس ما لقاش اي مكان في المطار كله علشان يشحن فيه الموبايل بتاعه. وهنا بقى في اللحظه دي بتحصل الصدمه والتحول الخطر جدا في القصه. الناس اللي كانوا ماسكين موبايلات في المطار كله وعمالين يستخدموها فجاه بدا يجيلهم تشنجات غريبه، وجسمهم بدا انه يتهز برعشه عنيفه مش طبيعيه، وبداوا انهم يسمعوا اصوات مرعبه وصعبه جدا. وكانت الاصوات دي طالعه من سماعات الموبايل وما كانوش قادرين يستحملوها ولا حتى يطيقوا يسمعوها نهائي. وبدا يخرج من بقهم سائل لزج وغريب وشكله اتحول 180 درجه وكانهم ما بقوش بشر طبيعيين خالص وفقدوا انسانيتهم. كلاي كان واقف في مكانه مراقب كل اللي بيحصل ده وهو مش فاهم اي حاجه خالص من اللي بتدور حواليه، وما كانش مستوعب اللي بيشوفه. والناس اللي كانوا موجودين جوه الحمام خرجوا يجروا في صاله المطار، وهم طبعا ملط من غير اي حاجه ولا حتى هدوم تسترهم. وفي ثواني معدوده الناس دي اتحولت لكائنات خطيره جدا وبقوا زومبي بجد وبيهجموا على اي حد يقابلهم. الزومبي دول بداوا انهم ينهشوا ويقطعوا في الناس اللي حواليهم بمنتهى الوحشيه، وده من غير اي ذره رحمه واحده. كلاي جمد قلبه وقرر ياخد خطوه شجاعه وحاول انه ينقذ كم واحد من الناس الغلابه اللي كانت موجوده هناك وبتموت. وفي وسط المعمعه والضرب ده في بنت حاولت انها تطلب البوليس في التليفون علشان يلحقهم من المصيبه دي، بس اول ما اتصلت وبدات انها تتكلم في التليفون اتعدت هي كمان فورا وبدات تخبط راسها في الحيطه بقوه غريبه جدا ووحشيه لدرجه ان وشها اتدمر تماما وتاهت كل ملامحها وما بقتش تتشبه بالبني ادمين خالص. الموقف كان مرعب وبشع جدا لدرجه ان كلاي لونه اتغير وبقى الوان، وده طبعا من كتر الخضه واتخض من جواه بجد. حتى الشيف اللي كان شغال في المطعم هناك اتعدى هو كمان وحاول انه يهجم على كلاي بسكينه كبيره كانت في ايده وعايز يقتله. كلاي استعمل الشنطه بتاعته كانها درع وحاول انه يحمي نفسه ويخلص من الشيف ده. وفي اللحظه دي البوليس وصل وفي وقته بالظبط وضرب الشيف ده بالنار وخلص عليه. كلاي حذر الضباط دول فورا وزعق فيهم وقال لهم: اياكم تمسكوا الموبايلات بتاعتكم والا هتتعدوا وتتحولوا زيهم في ثانيه. وقتها كلاي فهم واستنتج ان قعدته لوحده في المكان المفتوح ده معناه انه بيعزم الموت على نفسه وبيسلم رقبته ليهم، فبدا انه يمشي ورا عساكر البوليس علشان يحس بشويه امان وسط الهيصه دي. وطلع معاهم للدور التاني في المطار، بس لقى الوضع فوق منيل ب60 نيله وطلع الوضع اسفت من اللي تحت، والزومبي كانوا منتشرين في كل ركن وفي كل زاويه. وكلاي هنا كان ميت من الرعب في اللحظه دي وكان خايف جدا على حياته، فقرر انه يهرب ويستخبى ونام في الارض بين الكراسي، وبدا انه يحاول ينجد بجلده ويداري نفسه علشان يفضل عايش. وما كانش سامع في المكان غير اصوات الناس اللي اتعدت وعماله تصرخ وتصوت. وفجاه طيارتين بيخبطوا في بعض في الجو وبيقعوا مباشره بوزنهم كله فوق مبنى المطار. كلاي هنا جرى باقصى سرعه وقوه عنده وبدا انه يجري ناحيه محطه المترو اللي تحت الارض علشان يهرب من الانفجار الضخم والنار اللي حصلت. والزومبي ما وقفوش مطارده وفضلوا وراه وبداوا انهم يلحقوه بكل سرعتهم لحد ما وصل لمحطه المترو. بس هنا الحاجه اللي تدعو للدهشه والاستغراب كانت ان الزومبي اول ما دخلوا المحطه فجاه اتشلوا في مكانهم ومبقاش عندهم اي قدره على الحركه خالص، وده كأن في حد من بعيد داس على زرار التحكم بتاعهم ووقفهم مره واحده. هنا كلاي استغل الفرصه الذهبيه دي وجري فورا باقصى سرعه علشان يهرب من قدامهم. وفي الوقت ده عمال المترو وصلوا وشافوا كلاي واخدوه معاهم ودخلوا جوه القطر بسرعه وقفلوا الابواب. وجوه المترو كان لسه في شويه ناس سليمه وما حصلهمش اي حاجه ولا اتعدوا. وهنا كلاي حذرهم كلهم في اللحظه دي وقال لهم: احنا لازم نخلع من هنا حالا وبسرعه والا الزومبي دول هيفوقوا دلوقتي وهيهجموا علينا ويخلصوا علينا كلنا. فواحد من اللي قاعدين اسمه توم رد عليه وقال له ان الكهرباء قطعت والقطر مستحيل يتحرك وما كانش قدامهم غير حل واحد بس وبديل وملوش تاني، وهو انهم يمشوا على رجليهم في وسط الضلمه اللي في النفق بتاع المترو لحد ما يلاقوا مخرج ويخرجوا بره. كلاي وافق على طول من
من غير تفكير انه يمشي مع توم ويسانده في الطريق، بس اغلب الناس اللي كانت موجوده في القطر خافوا جدا ورفضوا انهم يتحركوا من مكانهم، وقالوا انهم هيفضلوا هنا في القطر لحد ما الوضع يهدى والدنيا ترجع لطبيعتها زي الاول. توم حاول انه يفهمهم ويقنعهم ان المكان ده مش هيفضل امان كتير والزومبي كده كده هيوصلوا ليهم، بس برضه محدش سمع كلامه ولا اقتنع باللي بيقوله الا ولد واحد بس شاب اسمه دي جي، قرر انه يجمد قلبه ويروح معاهم ويخاطر بحياته. ودلوقتي كلاي وتوم ودي جي التلاتة بدأوا انهم يمشوا مع بعض في وسط الضلمه والسكون المرعب اللي مالي النفق، وبعد فتره طويله من المشي والتعثر شافوا من بعيد طريق المخرج، بس لما وصلوا لقوا ناس واقفه هناك ومستنيه عند الباب، وما كانوش عارفين يحددوا ولا يتاكدوا هل الناس دي اتعدت وبقت زومبي ولا هم ناس طبيعيين وغالبين على امرهم زيهم. دي جي قرر انه ياخد المخاطره على نفسه وراح يقرب منهم بالراحه علشان يشوف في ايه، وكلاي وتوم كانوا واقفين بعيد بيراقبوا الموقف وهم ماسكين اعصابهم. وفجأة طلع زومبي من حتة مستخبية ما كانش على البال خالص، ومسك بلطة حامية وخبط بيها دي جي، وفي الوقت ده موته في مكانه بمنتهى البشاعة والدموية. وقتها كلاي وتوم جريوا بأقصى سرعة لهناك علشان يقدروا انهم يخلصوا على الزومبي ده، ولقوا ان المخرج كان واقف عليه زومبي تانيين، واول ما شافوهم هجموا عليهم هما كمان، والدنيا قلبت هيصة وصريخ وتخبيط. كلاي وتوم جريوا على السلالم اللي كانت قدامهم بسرعة، والزومبي كانوا بيجروا وراهم وبينهجوا وراهم، وفي اخر لحظة قدروا انهم يخرجوا بره النفق ده في الشارع. وتوم سد الفتحة والباب بتاع النفق بصندوق زبالة حديد كبير، وده علشان الزومبي ما يعرفوش يطلعوا وراهم للشارع. كلاي قال لتوم ان الاستوديو بتاعه موجود في مكان قريب جدا من المنطقة دي، ولما دخلوا المبنى اللي فيه الاستوديو لقوا جثث كتير جدا لناس مرمية في كل حتة على السلالم، وده معناه ان الزومبي قدروا انهم يوصلوا للمبنى ده ويدخلوه كمان. فبدأوا يمشوا بالراحة قوي وبحذر شديد لدرجة انهم ما بطلوش صوت لحد ما وصلوا للاستوديو بتاع كلاي، ودخلوا وقفلوا الباب عليهم بالترباس والقفول، واخيرا قدروا انهم ياخدوا نفسهم ويرتاحوا شويه من الجري. بس كلاي ما كانش بيفكر في اي حاجه تانية غير ان عيلته يا ترى لسه بخير وعايشين ولا حصل لهم مصيبه. توم حس بيه فاداله الموبايل بتاعه علشان يحاول يبعت رساله يطمن بيها على مراته وابنه. كلاي بدا انه يكتب الرساله، بس لما داس سند علشان يبعتها حصلت حاجه مريبه ومخيفه جدا. الرساله ما بتتبعتش بكلام عادي ومفهوم، دي فجاه اتحولت لرموز وشفرات لغه كوديه غريبه ومعقده، كأن في نظام مجهول ومش مفهوم هو اللي بيسيطر ومتحكم في كل وسائل التواصل في العالم كله. الاتنين اتصدموا وما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل في الكوكب بالظبط. وبعد كده كلاي خد الموبايل وحطه جوه التلاجة وقفل عليه، وفضلوا طول اليوم مستخبيين جوه الاستوديو وعمالين يخططوا وبخططوا انهم هيعيشوا ازاي ويتصرفوا ازاي في وسط القرف ده. وفجأة الباب بتاع الاستوديو خبط بقوة كبيرة جدا وعنيفة، وكلاي اتنفض من مكانه ومسك مضرب بيسبول في ايده وجهز نفسه لأي هجوم. ولما فتح الباب بالراحة وبحذر لقى بنت اسمها أليس واقفة قدامه وجسمها كله بيترعش من كتر الخوف، وكانت ماسكة سكينة في ايديها ومذعورة لاخر درجة ومخضوضة. حكت لهم وهي بتعيط انها اضطرت تقتل امها بايديها، وده لان امها اتحولت لزومبي وحاولت انها تهجم عليها وتأذيها. كلاي بدأ انه يطمنها بكلمتين هاديين وقال لها انك هنا في امان ومحدش هيقدر يقرب لك ولا يلمسك، وخد منها السكينة وطلب منها تدخل وتغسل وشها وترتاح وتفوق علشان هم يتحركوا مع اول ضوء للصبح. بعدها كلاي وتوم قعدوا انهم يتكلموا مع بعض. كلاي قال له انه حاسس من جواه وبقلبه ان ابنه ومراته لسه عايشين وما حصلهمش اي حاجة وهو لازم يروح لهم مهما كلفوا الامر. توم رد عليه بجدعنه وقال له انا في ظهرك ومعاك يا صاحبي، واي حاجه هتحصل هنواجهها مع بعض. أليس جت وقعدت معاهم وقالت انها ما قدرتش تفضل لوحدها في المكان ده ومحتاجه انها تكون معاهم في كل خطوه، فقرروا كلهم يتحركوا مع بعض ناحيه بيت كلاي. وفي اللحظه دي بالظبط الموبايل رن من رقم غريب جدا، وفهموا وقتها ان الرد على المكالمه دي معناه خطر كبير جدا وممكن انهم يتعدوا، فكنسلوا على طول وما ردوش. وتاني يوم الصبح بدري بصوا من الشباك ولقوا المنظر بره في الشارع بقى خطر بزياده ومخيف، والزومبي كانوا ماليين الشوارع وموجودين في كل ركن، ولو حد فيهم بس لمحهم او حس بيهم الفريق كله هيتنهش ويتقطع في ثواني معدوده. فنزلوا من المبنى وبدأوا انهم يتسحبوا وسط الزومبي بمنتهى الحذر والحرص، وشافوا مجموعه كبيره جدا من الزومبي واقفين مكانهم وعمالين يلفوا في دايره حوالين نفسهم وكأنهم في لعبه معينه او كأنهم بيستقبلوا اشاره وتوجيهات من حته تانية بعيده. التلاته فضلوا مستغربين وما كانوش فاهمين هما بيعملوا كده ليه وليه اصلا بالطريقه دي. وفجأة جه اتنين راكبين موتوسيكل وعدوا من جنبهم بسرعه. توم حاول يحذرهم ويقول لهم يوقفوا بصوت واطي، بس هما ما سمعوش ودخلوا بقلب ميت وسط الزومبي. وفي ثواني الزومبي هجموا عليهم ووقعوهم من على الموتوسيكل على الارض واكلوهم ونهشوا عظمهم حرفيا قدام عينيهم. كلاي وتوم وأليس كانوا بيراقبوا الموقف الصعب ده من بعيد وفهموا ان الدنيا خلاص اتغيرت وما بقتش زي الاول تماما، وان دلوقتي مفيش غير قانون واحد ماشي على الكل وهو ان البقاء للاقوى واللي بيعرف يستخبى. التلاته استغلوا انشغال الزومبي بالاتنين اللي ماتوا
وعدوا بسرعة الناحية التانية من الطريق، وفضلوا ماشيين فترة طويلة جدا من غير ما يوقفوا ولا يطلعوا أي صوت. وفي السكة وهما ماشيين شافوا بيت وطلع في الحقيقة محل أسلحة مرخص وكبير. كلاي قال إننا لازم ندخل المحل ده علشان محتاجين سلاح وذخيرة نحمي بيها نفسنا. الكل وافق على كلامه طبعا، ودخلوا المحل ولقوا جثث تانية كتير ومقتولة بوحشية وغرقانة في دمها على الأرض. فبدأوا يجمعوا كمية من رصاص وطبنجات وأسلحة وجهزوها وعمروها علشان أي غدر ممكن يحصل، وبدأوا يحسوا إن فرصتهم في النجاة والصمود بقت أحسن شوية، وده طبعا بوجود السلاح معاهم. وفجأة أليس بصت من شباك المحل ولمحت ولد صغير قاعد على مرجيحة لوحده في الجنينة اللي بره. افتكروه إنه لسه سليم وما حصلوش حاجة، لأن الزومبي طبيعي مش هيفكروا يلعبوا ولا يركبوا مرجيحة. بس هنا حصلت صدمة تانية ما كانتش متوقعة. الولد طلع في الحقيقة زومبي ومعدي وهجم عليهم فجأة وبسرعة، بس كلاي لحق وخلص عليه بطلقة واحدة سكنت في دماغه. بس المصيبة الكبيرة والكارثة بدأت من هنا، لأن صوت الرصاصة سمع ورن في المنطقة كلها بوضوح، وكل الزومبي اللي كانوا حواليهم في الشوارع القريبة بدأوا إنهم يتجمعوا وبدأوا إنهم يجروا ناحية الصوت. فبدأوا إنهم يجروا والزومبي عددهم عمال يزيد ويقرب منهم في كل حتة. هنا الدنيا اتأزمت خالص، والزومبي حصروهم من كل اتجاه ومنعوا عنهم أي مخرج. فضلوا يجروا لحد ما وصلوا لشط النهر، وبدأوا إنهم يضربوا نار علشان يبعدوهم عنهم، بس الزومبي كان ليهم أعداد مهولة ما بتخلصش، وبقوا محشورين ومزنوقين بين المية بتاعة النهر والزومبي اللي وراهم، والطريق بقى سد قدامهم خالص. الزومبي وصلوا للمكان اللي هم فيه بس ما لقوش حد قدامهم، وده لأن التلاتة كانوا استخبوا بذكاء وتحت مركب قديم ومصدية، وبدأوا إنهم يكتموا نفسهم ويتحركوا بمنتهى الهدوء. الزومبي كانوا واقفين فوق المركب بالظبط وفوق دماغهم بس مش عارفين مكانهم فين، وفضلوا على الحال ده لحد ما الليل جه وهم محبوسين تحت المركب في الضيق ده، ومحدش فيهم قادر إنه يتهز ولا يطلع همسة ولا حتى يتنفس بصوت عالي. وسمعوا إن الزومبي عمالين يطلعوا أصوات غريبة جدا ومش مفهومة، وكأنهم بيبعتوا إشارات لبعض بلغة خاصة أو بينادوا على حد كبير بتاعهم. التلاتة فضلوا مستغربين جدا من الطريقة دي في التواصل، وفجأة الزومبي كلهم اتحركوا في وقت واحد وفي اتجاه واحد، كأن بالظبط أمر جالهم دلوقتي بالتحرك، وبدأوا إنهم يمشوا بنظام عسكري. ولما مشيوا وبعدوا كلاي جت في دماغه فكرة وتحليل للي بيحصل، وهي إن الزومبي دول مش بيتحركوا عشوائي وخلاص، دول متوصلين ببعضهم بشبكة ترددات، واللي بيشوف حد أو بيعرف معلومة بيبلغ الباقي كلهم فورا. ودي مش مجرد عدوى فيروسية بتدمر المخ، ده نظام متكامل ومتخطط له ومسيطر عليهم كلهم. توم وأليس اقتنعوا جدا بالكلام ده وفهموا إن الموضوع مرعب ومعقد أكتر بكتير مما تخيلوا في الأول، وكملوا رحلتهم الطويلة لبيت كلاي. وفي السكة سمعوا صوت مرعب قوي وجامد جاي من بعيد، مشيوا ناحية الصوت لحد ما دخلوا مبنى مدرسة، ولقوا هناك اتنين لسه سالمين وبشر طبيعيين، مدير المدرسة وطالب اسمه ماكس. كلاي سأل المدير عن صوت المزيكا الغريب والمريب ده جاي منين بالظبط. المدير قال له إن الصوت ده طالع من موبايلات الزومبي اللي مرمية في كل حتة في حوش المدرسة، ولما بصوا للحوش من الشبابيك لقوا آلاف الزومبي واقفين في مكانهم وما بيتحركوش خالص ولا بيصدروا أي صوت، وكأن حد عمل لهم حالة تجميد كاملة أو بوز مؤقت بريموت. المدير فهمهم إنهم بيفضلوا على كده على الحالة دي طول الليل وما بيتحركوش ولا بيفوقوا غير لما الصبح يطلع والشمس تظهر، وأول ما الشمس بتطلع بيبدأوا يفوقوا وينشروا الرعب والموت في المدينة كلها. ففكروا كلهم إن دي الفرصة اللي مش هتتعوض، وإنها الفرصة الذهبية علشان يخلصوا عليهم كلهم بضربة واحدة وهما نايمين. هنا المدير اقترح عليهم اقتراح ذكي، وهو انهم يجيبوا بنزين ويرشوه في الحوش كله على الزومبي دول ويولعوا فيهم مره واحده. كلاي وتوم فكروا في الموضوع شويه بس كانوا مترددين وخايفين، وده لانهم كان نفسهم ينقذوا الناس دي ويرجعوهم طبيعيين، بس في الاخر استوعبوا ان الحقيقه المره ان دول خلاص ما بقوش بني ادمين وبقوا مجرد خطر وكابوس لازم ينتهي علشان الباقي يعيش. فوافقوا على الخطه ونفذوها وجابوا عربيه بنزين ضخمه جدا وبداوا انهم يرشوا الحوش كله وبداوا انهم يغرقوا الزومبي. هنا توم وكلاي داسوا بالعربيه فوق جسم الزومبي وهما بيرشوا ومحدش في الزومبي نطق ولا صرخ. المدير جاب سهم وولع فيه بالنار ورماه وسطهم بكل قوته، وفي ثانيه واحده الحوش كله بقى عباره عن بحر من النار، والزومبي بداوا انهم يصرخوا وهما بيتفحموا وبيموتوا تاني. المنظر كان بشع جدا وصعب لاخر درجه، وبداوا انهم يضربوا نار من فوق على اي حد لسه صاحي وبيتحرك. فجاه النار وصلت لخزان عربيه البنزين وحصل انفجار جبار وادى لهز المكان كله. الانفجار ده للاسف موت المدير في مكانه فورا. كل اتصدم وحزن من اللي بيحصل، بس ما كانش فيه اي وقت للزعل ولا الندم. فاخدوا ماكس معاهم وهربوا من المدرسه بسرعه، وده قبل ما الزومبي التانيين يوصلوا. وماكس بقى عضو جديد واساسي في الفريق بتاعهم، وفضلوا ماشيين مسافات طويله وهم تعبانين لحد ما لقوا بيت هادي ومستخبي بعيد شويه عن الشوارع الرئيسيه. فقرروا انهم ياخدوا هدنه ويرتاحوا ويناموا كلهم من كتر الهلاك والتعب اللي شافوه. بس كلاي حلم بحلم مرعب جدا، وكان حلم غامض وشاف فيه زومبي لابس هدوم حمراء وكان شكله بيخوف. والصدمه الكبيره كانت تاني يوم لما حكى لصاحبه عن الحلم.
لقوا انهم كلهم حلموا بنفس الحلم بالتفصيل، وده كان دليل كافي وقوي ان في قوة غامضة وفائقة هي اللي بتسيطر عليهم وعلى عقولهم. موبايلات توم وأليس رنت في نفس اللحظة بالظبط. أليس رمت الموبايل بتاعها بعيد من كتر الرعب، وتوم رفض انه يرد على المكالمة. كملوا طريقهم الطويل لبيت كلوي، وده علشان يلاقوا عيلته ويطمنوا عليهم. في السكة لقوا فندق صغير وشكله هادي. خبطوا على الباب والباب اتفتح، ولقوا ناس طبيعيين ما حصلهمش اي حاجة جوه، ودخلوهم عندهم ورحبوا بيهم جدا، وقعدوا وارتاحوا شوية من المشي. والليل جه وكله نام من التعب الا ست واحدة من اللي كانوا في الفندق اسمها سالي. سمعت اصوات غريبة ومريبة وقامت تدور على مصدرها، بس فجأة حصل لها حاجة غريبة جدا واتغيرت، وكلاي لمحها وراقبها من بعيد. وفي الوقت ده كانت بتتحرك، واول ما قرب منها علشان يشوف مالها الزومبي هجموا عليه فجأة من كل حتة، وكله صحي مرعوب من الصوت. واكتشفوا حقيقة مرعبة وجديدة، وهي ان الزومبي بقوا بيعدوا الناس عن طريق صوتهم وترددات بتخرج منهم. نفس الصوت الغريب اللي كان بيطلع من سماعة التليفون في الاول بقى بيطلع من بقهم مباشرة دلوقتي. وناس كتير من اللي كانوا في الفندق اتعادوا، والدنيا قلبت جحيم وموت في ثانية. وحصلت معركة كبيرة وطاحنة، وكلاي وتوم بالعافية وبصعوبة جدا بدأوا انهم يسيطروا على الوضع وقدروا انهم يهربوا. بس للأسف أليس اتصابت إصابة غامضة وقاتلة وماتت بعدها بشوية صغيرين، ودفنوها في مكان هادي في مشهد يقطع القلب بجد. وفضل التلاتة الباقيين ماشيين وهم زعلانين جدا لحد ما دخلوا غابة كثيفة وشجرها عالي، ولقوا هناك بنت اسمها دينيس ومعاها راجل اسمه جاك. كانوا مخيمين في قلب الغابة، وجاك بدأ انه يبص لكلوي وفريقه بتركيز شديد ونظرات غريبة، كأنه كان مستنيهم يوصلوا او عارف انهم جايين. وقال لهم الحقيقة الصادمة اللي ما كانوش يتخيلوها ابدا، وان كل اللي بيحصل ده مش مجرد صدفة او فيروس طلع لوحده بشكل عشوائي، وان الزومبي دول ليهم رئيس وقائد واحد كبير، وهو الراجل اللي لابس احمر وبيظهر للناس في الاحلام. والرئيس ده عنده قدرة فائقة انه يدخل احلام الناس، ويقدر انه يسيطر عليهم وعلى تصرفاتهم وعقولهم، ويقدر برضه انه يحولهم لزومبي بكلمة منه. والسيطرة دي بتتم عن طريق برج اشارة رئيسي وضخم، وهو اللي بيبعت الترددات دي للعالم كله. كلاي وقتها فهم كل اللغز اللي كان محيره، فهم حكاية الشبكة والاشارة والارتباطات الغريبة اللي ما بين الزومبي وبعضهم. ودينيس كانت رابطة زومبي في المعسكر عندها ومغمية عينه تماما بشاش، وكانت عمالة تأكله. فكلاي استغرب جدا من المنظر ده وسأل ايه ده وازاي تعملي كده. قالت له ان ده اخويا واني ما اقدرش اسيبه، وانها رابطاه كده علشان هو بيحس باي زومبي بيقرب من المكان فبيديهم انذار بدري، ومغمية عينه علشان الريس اللي لابس احمر ما يعرفش يوصل لمكانهم من خلال عين اخوها، ولا حتى يقدر انه يشوف هما فين. وفجأة الزومبي ده بدأ انه يطلع صوت طفل صغير ورقيق بينادي على باباه، وكلاي قلبه اتخطف في اللحظة دي وافتكر ان ده صوت ابنه فعلا، وما صدقش نفسه وفقد اعصابه تماما. بدون اي تفكير راح وشال الغمامة والشاش من على عين الزومبي، وطلع الصدمة الكبيرة انه ما كانش ابنه خالص، ده كان مجرد فخ وترددات صوتية متسجلة علشان الريس يعرف مكانهم بالظبط ويحدد احداثياتهم. والكل اترعب من اللي حصل، وتوم خلص على الزومبي ده بطلقة فورا، وهربوا كلهم بسرعة البرق مع جاك في العربية بتاعته. وبعد مسافة جاك وقف العربية ونادى على كلاي علشان يكلمه لوحده، وقال له ان الريس اللي لابس احمر بدأ فعلا انه يخترق دماغه ويدخل جوه عقله، وانه هيحوله لزومبي خلاص وما بقاش فيه اي وقت. وجاك حس انه بدأ يتغير من جوه فعلا، وبدأ انه يفقد السيطرة على نفسه ومش هيستحمل كتير. فطلع موبايله من جيبه واداه لكلاي وقال له انت الوحيد يا كلاي اللي تقدر تنهي الكابوس ده، تقدر برضو انك تنقذ اللي فاضل، والموبايل ده فيه رقم سري معين لو اتصلت بيه والبرج الرئيسي شغال البرج ده هينفجر والشبكة كلها هتقع. هنا كلاي اتصدم وما بقاش عارف يقول ايه من كتر المفاجآت اللي بتحصل، فطلب من جاك انه يهرب ويمشي بسرعة بالباقي، وقرر انه يخلص على نفسه وينتحر، وده قبل ما يتحول بالكامل ويأذيهم. وكلاي خد العربية وكمل طريقه لبيته وهو شايل مسؤولية كبيرة جدا فوق أكتافه، وعنده أمل ضعيف إنه يقدر يلاقي عيلته لسه بخير. أول ما وصل لقى البيت فاضي تماما وسكون يخوف ومفيش أي نفس. هنا كلاي انهار تماما وحس إنه خسر كل حاجة في الدنيا دي ومبقاش فيه أي أمل. بس وهو بيدور شاف رسالة بخط إيد ابنه بتقول إن أمه اتحولت لزومبي وهو هارب وماشي في سكة تانية. كلاي كان لسه خارج من البيت وهو محطم، فسمع صوت حركة خفيفة وخطوات في الدور اللي فوق، فطلع السلالم بحذر وقلبه كان بيدق بعنف وتوتر، وبدأ إنه يحاول يفهم الصوت ده جاي منين بالظبط وهل هو ابنه ولا حد تاني. وفجأة زومبي هجم عليه بقوة من الضلمة ونزله على الأرض، وكان هيقطعه ويخلص عليه، بس توم ظهر في الوقت الصح وفي اللحظة الأخيرة وقتل الزومبي ده. وطلعت المفاجأة الحزينة والقاسية إن الزومبي ده كان مراته نفسها. كلاي انهار تماما وبكى بحرقة وقرر إنه لازم ينهي الشبكة دي للأبد وينتقم لكل اللي حصل، وقرر إنه يروح يفجر البرج الرئيسي اللي جاك قال له عليه، وقال لصاحبه إنهم يفضلوا في مكانهم وما يتحركوش وهو هيروح ينفذ المهمة الانتحارية دي ويرجع ليهم. ودع توم وماكس وراح لوحده للبرج،
ولقى الالاف مؤلفه من الزومبي محوطين البرج الضخم من كل حته، كانوا عمالين يلفوا حواليه، فدخل بقلب ميت بالعربيه وسطهم وشاف الرئيس اللي لابس احمر، وكان ساعتها واقف بكل جبروت وقوه قدام البرج، فداس بنزين على الاخر علشان يخبطوا بالعربيه بكل قوته ووقعوا على الارض، وكلاي نزل من العربيه، بس الرئيس هنا كان لسه فيه الروح وما ماتش، فبدا انه يضرب نار عليه وعلى الزومبي بكل قوته وغله، وفجاه سمع صوت ابنه، وده طبعا طلع من وسط الزحمه دي وكان بينادي عليه بابا يا بابا، فخاف في الاول وشك انه يكون فخ تاني، وده من اللي بيعملهم الرئيس، وبدا انه يشغل دماغه بحذر، بس الولد ظهر قدامه فعلا وشافه بعينيه، فكلاي جري عليه وحضنه بلهفه ودموع، بس الرئيس اللي لابس احمر قام تاني وببرود وطلع صوت تردد غريب جدا، وخلى كل الزومبي اللي في المكان كله يكرروا وراه، وفي نفس واحد وبصوت يهز الجبال، والصدمه المرعبه كانت ان ابن كلاي هو كمان بدا يطلع نفس الصوت والتردد ده، وكانه بقى جزء من الشبكه وموصل للبرج، وكلاي بدا يحس ان الترددات دي بتخترق دماغه هو كمان، وبدا يفقد الوعي وهيتحول في اي لحظه، فبسرعه وباخر قوه عنده اخد ابنه في حضنه وطلب الرقم السري من تليفون جاك، وداس على الاتصال، وفي لحظه واحده حصل انفجار مهول وجبار، والبرج الرئيسي اتهدي تماما ووقع، والزومبي كلهم في كل مكان وقعوا جثث هامده في نفس اللحظه، وكأن الكهرباء قطعت عنهم تماما ومبقاش فيهم اي روح، وكلاي وابنه نجوا من الموت ومن التحول ورجعوا لاصحابهم اللي هم توم وماكس علشان يبداوا حياتهم من جديد في عالم نظيف، والفيلم خلص على كده بنهايه فيها تويست غريب ومفاجئ. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ولو وصلت لهنا سيب لنا ايموجي في الكومنتات يعبر عن رايك. اشوفكم في الفيلم اللي جاي، سلام.